ربنا بيرزق من غير سبب عادي جدا. اتشعبط انت بقى في الفرصة وقول له يا رب المشوار ده يلزمني، عشان محدش مستفيد من القصة دي كلها غيرك انت. لا ربنا هياخد حاجة منك، ولا عباد ربنا اللي هتتصدق عليهم هياخدوا حاجة منك. السلام عليكم. زمان واحنا عيال صغيرة كان فيه نوع معين كده من الضيوف نحبهم ونفرح قوي لما يبعتونا نجيب لهم حاجة. عمك السخي الكريم ابو ايد فرطه اللي يديك 100 جنيه تشتري له حاجه يقول لك خد الباقي علشانك. الشخص ده كان كل اطفال البيت بيميزوه بسرعه ويتسابقوا مع بعض على اللي هتجيله الفرصه ويروح يجيب له الطلب اللي هو عايزه. لو بدات تتعامل مع فلسفه الصدقه بنفس الطريقه تبقى حطيت ايدك على وظيفه ارباحها خياليه. ركز معايا بقى في الكلام اللي جاي ده عشان هنتكلم في فلوس. ايوه، سيب اللي في ايدك وبص لي هنا. لما تسمع أو تقرأ أو يجيلك خبر بأي طريقة من الطرق إن في حالة معينة محتاجة مبلغ معين، لازم تتعامل مع ده على إنه أوردر جايلك من ربنا. خليك ناصح واخطفه. أيوة، اخطفه أنت بدل ما يروح لغيرك. أنت ما بتديش حد حاجة من جيبك، ثق في ده تماما. الفلوس فلوس ربنا، وهو بيك أو من غيرك هيوصلها لصاحبها. هو بس عشان بيحبك بعتك أنت بيهم تكريما ليك، وعشان يحليلك بقك كمان. بلاش تشغل دماغك عشان خاطري وتقول هو انا حلت حاجه، ده مرتبي بيكفيني بالعافيه. عشان يا حبيبي زي ما ربنا سبحانه وتعالى وصل لك الفلوس دي، هو قادر يوصلها لصاحبها عادي، سواء عن طريق واحد غيرك انصح منك هيقرا الرساله ويفهمها، او حتى من غير وسيط خالص. ربنا بيرزق من غير سبب عادي جدا. اتشعبط انت بقى في الفرصه وقول له يا رب المشوار ده يلزمني، عشان محدش مستفيد من القصة دي كلها غيرك انت. لا ربنا هياخد حاجة منك، ولا عباد ربنا اللي هتتصدق عليهم هياخدوا حاجة منك. انت اللي هتاخد مكسب من غير مقابل. عشان كده أسيادنا الكبار اللي كانوا فاهمين الزتونة وعارفين الحكاية دايرة ازاي، لما كانوا بيدوا صدقة لحد كانوا بيبوسوا ايده، عشان عارفين انه هو اللي صاحب فضل عليهم. لو انت بقى اعتبرت نفسك مندوب توصيل بتوصل امانات ربنا لعباده وتاخد مكافئتك، قابل الخير اللي هتشوفه. صدقني والله العظيم احسن وظيفة مضمونة وامان ومربحة فوق ما تتخيل. وهنروح بعيد ليه؟ انت عندك كم صاحب في دايرتك؟ 10؟ 20؟ تعرف النهاردة تلف عليهم كلهم وتسألهم كم مرة في حياتهم حصل معاهم انهم طلعوا صدقة لوجه الله من هنا والخير نزل يرف عليهم بعدها من هنا؟ هتلاقي اللي يقولك كان عندي مشكلة مستعصية اتحلت من عند ربنا بعد ما تصدقت، واللي يقولك كنت مديون وسددت، واللي يقولك بنتي كانت عيانة وربنا شفاها. المشاكل اللي هتسمعها كتير قوي، بس الحل كان واحد: الصدقة. الناس دي مشاكلها اتحلت لأنها اشتغلت عند ربنا. وشوف انت بقى لما تشتغل عند ربنا، مكافآت وحوافز وتأمينات وحلول لكل مشاكل حياتك، والفرصة قدامك وباب التعيين ما بيتقفلش. عايز تشتغل مع ربنا بالقطعة؟ كل ما تحصل لك مشكلة ولا تحتاج منه طلب تقوم تطلع صدقة، هو كريم ومش هيكسفك. عايز تبقى ناصح وتشتغل معاه على طول وانت معاك أو مش معاك، هتكسب أكتر بكتير. من مزايا الاستثمار في النوع ده إنه دايما كسبان، عشان صاحب الاستثمار هو اللي عايزك تكسب، فاتح لك أبواب المكسب على البحري. يعني مش لازم تتصدق بفلوس خالص، ممكن عندك معلومة ما تكتمهاش عن حد، خلي غيرك يستفيد منها، دي صدقة. لو حد قصدك في خدمة وانت تقدر تعملها اعملها وهتتحسب لك صدقة. ممكن تتصدق بوقتك لما تروح تسأل عن واحد مريض أو تواسي واحد عنده مشكلة، وممكن تتصدق بكلامك الحلو لو شفت حد بيقدم محتوى هادف أو عامل مشروع على قده ودخلت كتبت له كده كلمتين حلوين يدعموه ويساعدوه في نجاحه. يا أخي ده حتى البسمة في وش الناس صدقة. هو في سهولة أكتر من كده؟ هترجع في الآخر تحسبها هتلاقي إن الإنسان اللي أسعدته أو اللي اديته قرشين أو اللي ساعدته بمعلومة، ربنا هو اللي باعت له الخير ده، وكنت أنت المندوب اللي وصل له الخير. تفتكر اللي يشتغل مندوب عند ربنا ممكن يكسب قد إيه؟ فكر فيها أنت بقى براحتك. وكل سنة وأنتم طيبين.